بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الغاليين، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في سلسلة فيديوهات تنظيف وترميل أسطح الستيل ستراكشر. وفيديو اليوم هنتكلم فيها على نوع من أنواع الأبريسيف اللي بتستخدم في ترميل وتنظيف أسطح الستيل، وهو الميتاليك شوت. هو عبارة عن كرات معدنية كروية بيتم توريدها في أشكال وأبعاد منتظمة. من احد اهم مميزاتها انك ممكن تعيد استخدامها مرة تانية في اعمال الترميل، ولكن طبعا مع الاستخدام ده هتلاقي ان بعض الكرات اصبحت غير منتظمة في الشكل، لانها بطبيعة الحال بيحصل ليها تآكل او بيحصل ليها وير. بس خلي بالك انه ما بيحصل لهاش شاترنج او تحطيم، وده نتيجة الاصطدام مع سطح الستيل. وطبعا عشان بعض الكرات دي بتتاكل، فاحنا هنقوم ببعض الاضافات اثناء عملية الترميل، مثلا زي اضافة الجريت او العقيق مع الشوت، عشان نحافظ على حاجة مهمة جدا او مصطلح مهم بنقول عليه الوركينج ميكس او توازن الخلطة. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني انك تحافظ على حجم الابريسيف متوازنه، يعني ما ينفعش وانت شغال واثناء الترميل تلاقي الخلطه بتاعتك كلها كرات صغيره، او تلاقي الابريسيف بتاعتك كلها كرات صغيره يعني حجمها قل، وتسيب الوضع زي ما هو. فالواجب عليك انك تدفع او تعزز ببعض الحبيبات التانية الجديدة بيبقى ليها حجم اكبر، وتسحب الحبيبات الصغيرة اللي بنقول عليها الفايننج، وتعمل ليها عملية تطهير او عملية كلينسينج، عشان تحافظ على التوازن بين حجم الحبيبات. فعشان كده هنعرف الوركينج ميكس على انه نسبة الحبيبات الكبيرة الى نسبة الحبيبات الصغيرة، ودايما بنخلي النسبة دي بتبقى اكبر ما يمكن بانك تعزز وتضيف بعض الجريت على الشوط اللي عندك. كده وصلنا لنهاية فيديو اليوم، اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات القادمة. شكرا، سلام عليكم.